بصوا بقى ألذ تتبيلة شاورما هتعملوها. وبتوع المطاعم ما يزعلوش عشان بيزعلوا قوي لما احنا بنقول عملنا الشاورما في البيت لازم سيخ يعني. لا، احنا هنعملها وتطلع خطيرة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل وصفاتي وتقولوا بتشوفوني منين. يلا بينا على الطريقة. عندي صدرين من الفراخ حوالي نص كيلو، قطعتهم شرايح كده. وجهزت التتبيلة بتاعتي، كانت معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وعليها معلقتين كبار من الزبادي او كوباية زبادي صغيرة، وعصير ليمونة كبيرة، وحوالي 4 معالق ل5 معالق زيت زيتون، والتوابل ملح وفلفل وكزبرة وكمون وبابريكا وحبهان مطحون وقرفة وتوم باودر. وقلبتهم كلهم مع بعض كويس كده، وحطيت عليهم كمان معلقتين كبار من الصلصة، بتديها لون جميل جدا. كده التتبيله بتاعتي بقت جاهزه. عندي بقى شويه ميه مخلل خيار حطيتهم، لو ما فيش تقدري تستغني عن الخطوه دي، بتديها طعم جميل قوي. قلبت كله مع بعضه ونزلت فيهم بقى الصدور كده، وقلبتها وغطيتها وسبتها ليله كامله في التلاجة. بعد ما عدى عليها بقى ليله كامله كده، طلعتها بقى من التلاجة وفردت ستريتش راب كده، وبدات ارص عليه الفراخ بتاعتي بشكل طولي. طبعا قلبيها الاول عشان التتبيله كلها، احنا عايزين التتبيله كلها مش هنسيب حاجه في الطبق. وفردتها كده بشكل طوري على الستريتش راب. الطريقه دي جميله جدا، بتخلينا نقطع الفراخ شرايح رفيعه خالص اكنها متقطعه من على السيخ يا بتوع المطاعم. بس ولفتها بقى رول كده، وفضلت ابرم فيها زي العجله، افيلي بس من الطروف كويس عشان التتبيله ما تطلعش، وابرم فيها زي العجله كده تتلف لحد ما تتظبط خالص. وحطيتها في الفريزر بقى لحد ما جمدت، سبتها يومين. طلعتها بقى وقطعتها، فكيتها كده وبدات ان انا اقطعها، بمسك بمنديل عشان انا ما بعرفش امسك الحاجه ساقعه. بتقطعي بقى شرايح كده، بتطلع معاكي رفيعه جدا ورقيقه جدا. بجد جربوا الطريقه دي، جميله قوي. شايفين السمك بتاعها عامل ازاي؟ شرايح صغيره خالص، وتاني هقول متقطعه من على السيخ يعني. بس خلصت الكميه بتاعتي وجبت بقى الطاسه، سخنتها ونزلتهم كلهم في الطاسة من غير اي مادة دهنية ومن غير اي حاجة. هي كده كده فيها زيت زيتون، وكمان لما بتتحط على النار بتنزل السوائل بتاعها بالشكل ده. هتفضلي سايباها على النار لحد ما السوائل بتاعتها تنشف، او درجة السوائل اللي انت عايزاها. عايزين فيها سوائل سيبي فيها شوية سوائل، عايزة تسيبيها للاخر لحد ما السوائل بتاعتها كلها تشربها تمام. جبت بقى تورتيه وحطيت عليه تومية، هنزل لكم الطريقة بتاعتها لوحدها، دي طريقة مختلفة عن الطريقة اللي عملناها قبل كده. وحطيت شرايح مخلل الخيار، وهي طبعا اساسي في الوصفة بتاع الشاورما. ولفيته كده وحطيت بقى في التوستر. شغلته قبلها بشوية علشان يسخن. طبعا بقى لقيت التوستر وهياخد وقت طويل وما اخدش اللون اللي انا عايزاه، بطيء قوي. فعملت الباقي وكملته في الطاسة مكان الشاورما. ده بقى اللي بيدينا اللون بتاع المحلات، ده بيدينا لون ذهبي كده. بس بعد ما خلص بقى ده الشكل بتاعه بعد ما طلع. ريحة الشاورما وعمايلها تجنن وريحتها تهبل. ده اللي عملناه في الطاسة، وهوريكم برضو اللي عملناه تحت في التوستر، مقرمش برضو ومحرفش كده من بره، بس مش واخد اللون بتاع السندوتش من بره اللي في الطاسة. الطريقة دي جميلة جدا، انا متأكدة انكم لو جربتوها تعجبكم قوي. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتقولوا رأيكم فيها، وهحط لكم في صندوق الوصف لينك المخلل، وان شاء الله هحط فيديو للتومية التانية اللي عملتها، وهحط لكم برضو في صندوق الوصف لينك التومية القديم. التومية القديم كان بالبيض وكمية كبيرة من الزيت، ده الطريقة بتاعتها مختلفة شوية، فهنزلها لكم لوحدها. وبس خلاص.